اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وهنا وسعاده كده دايما يا رب. انا اختكم وبودي حبايب قلبي. لاول مره تشوفوني تابعيني على صفحتي تسولوني على صفحتي، هتنوروني على راسي يا حبايب قلبي. النهارده هتعملي لنا ايه موجودي؟ انا هعمل لكم الكريب، وده سهل جدا يا بنات، ومكوناته كلها في كل بيت، مش مكلف خالص. بدل ما تشتريه من بره العيل بينزل يجيبه، او احنا كان نفسنا كبار بنحبه ويبقى غالي قوي دلوقتي مع 30 واربعينات كمان، ويمكن 50 حسب الحشو اللي فيه. فاعملي ببيتك، ده مكوناته سهله جدا. انا حبيب قلبي هعمل كميه صغيره ما يكونش كبيره. لو انتوا عاوزين كميه كبيره هتضاعفي الحاجه. يعني مثلا انا هعمل كوبايه دي زي ما انتوا شايفين كده، هنزل كله في الخلاط نبري. هنزل في الخلاط كده كوبايه دي، عليها كوبايه لبن زي ما انتوا شايفين كده، عليها ربع معلقه ملح، رشه سكر صغننه عشان انا مش بحب مش بحب ميبقاش مسكر، بحبه هادي. لان هعمله حشو في البيت يعني بالبانيه والبطاطس كده حبيب قلبي. ربع معلقه ملح زي ما احنا شفنا كده اهو. بصوا اهو، هدي فيها بس كده، هي كده بس خلاص. انا مش بعمله ببيض يا بنات، يعني في ناس بتحط له بيض. لو انت عايزه تحطي بيض حطي، مش عايزه تكتفي زي ام بوجي كده بنفس خطوات ام بوجي، هيطلع معاكي حلو جدا. اللي هي عباره عن كوبايه لبن، كوبايه دقيق، ودي المقدار الصغير. لو انت عاوزه ما شاء الله، لو انتوا عيله يعني عاوزه كميه، هتحطي من كل حاجه مثلا 2 دقيق وكوبايه ونص لبن. مش هقولك 2 عشان ما يبقاش مكلف قوي. بس كده يا حبايب قلبي. وهحط حبه ملح صغيرين بنفس المعلقه كده اهي. اهي يا بنات اهو كده سكر، وحطيت ربع معلقه ملح، حطيت كوبايه دقيق، كوبايه لبن، وهبدا بخلاطي على طول يا بنات. هنزل عليه اضربه كويس جدا جدا في الخلاط، وهشيله في التلاجة قبل ما ابدا اعمله. يريح كده يا حبايب قلبي معانا نص ساعه كده. يلا يا حبايب قلبي، فعلوا لي الجرس وحطوا لي لايك وشير عشان يوصل لكم من موجودي كل جديد. وصفتنا سهله جدا النهارده، مش عامله، وتسويته سهله جدا. هوريكم يا بنات وانا بعمله في الطاسه التيفال بتاعتي او الصينيه، بس يكون تيفال ما تكونش بتلزق معاكي. بيستوي في لمح البصل، ما بيكملش 3 دقايق على النار وبتقلبي. انا هوريكم ان شاء الله. بس فعلوا لي الجرس وحطوا لي لايك، ويلا نسمي بالله ونضرب بسم الله. بس يا حبايب قلبي عشان ما تسمعوش حس الخلاط ويعني ويعمل لكم ازعاج، هضربه كويس جدا وهرجع لكم تاني. فعلوا لي الجرس وحطوا لي لايك واشتركوا لي في القناه، ورجاء وليس امر يا حبايب قلبي. هضربه كويس جدا وهرجع لكم تاني. حبايب قلبي رجعت لكم تاني بعد ما ضربته كويس جدا. ادي يا بنات اهو. ادي بقى هجيب بقى اي علبه عندك او اي بوله حبايب قلبي كده، وهسمي بالله وانزل بيها عليه. بص يا حبايب قلبي اهو، دي كميه صغيره هتعمل يعني. هوريكم ان شاء الله نعمل منها كام رغيف يا حبايب قلبي اهو. بصوا يا بنات، المعلقه بتاعتك كده وتنزلي عشان حبايب قلبي الحاجه غاليه، قلنا حرام نرمي اي حاجه. بس كده، يلا فعلوا لي الجرس وحطوا لي لايك واشتركوا لي في القناه، ورقموا ليس امر. لما نيجي احطه بقى في التلاجة يا حبيب قلبي يريح شويه، عشان كل ما بتسيبيه كل ما بيتخن معاكي سيكه كده. هتسيبيه يريح شويه كده يا حبايب قلبي، وبعدين بقى نبدا نعمله في الطاسه بتاعنا، ونحشيه بقى اي حشوه عندك، بانيه، بطاطس، اي حاجه يا حبايب قلبي. بيبقى طعمه حلو جدا، وممكن تشيليه في الفريزر لما تعوزيه لعيالك. لو هتعملي كميه مضاعفه لدي، هتحطي من كل حاجه زي ما انا قلتلك. هتضيفي يعني لو انت عندك كميه صغيره، هنشوف هتعمل عشان طاسه صغيره فهتعمل معايا كميه. يعني لو انت طاسه كبيره، ده ما شاء الله انتوا يعني كذا نفر، احنا عشان بس عددنا قليل. هتعملي ايه بنات؟ هتضاعفي الكميه، هتحطي 2 دقيق، هتحطي 1.5 لبن، مش هقولك 2، وهتحطي معاها نص ميه عشان ما تبقاش مكلفه معاكي، وربع معلقه الملح، وحبه سكر كده صغيرين، وهتضربوه. وهنسيبه بقى في التلاجة، وهرجع لكم تاني لما نيجي نسويه. قبل ما امشي واسيبكم، ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتصلوا على النبي، وتصلى على النبي حبايب قلبي. اهم شيء على افضل الصلاه والسلام حبيبي يا رسول الله. واشتركوا لي في القناه، وارجع لكم تاني بقى نحطه في الثلاجه يريح كده من ربع لنص ساعه. كل ما تسيبيه بقى احسن لك، اول ما تحضري الحشوه بتاعته وتكون جاهز معاكي. يلا حبايب قلبي هسيبكم وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. حبايب قلبي يلا بقى نسوي الكريب بتاعنا. وادي الطاسه بتاعتي، عشان كده بقول لكم ان طاستي صغيره يا بنات.
هتعملي ايه موجودي. بصي يا حبايب قلبي، الاول كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام حبيبي يا رسول الله، ونسمي بقى حبايب قلبي بالله ونبتدي. انا معايا كده زي ما انتم شايفين كده يا بنات، حبه زيت في اي طبق عندك سلطانيه او بوله، بتمسكي تدهني الطاسه كويس كده، تدهنيها زيت كده بس دهنه بسيطه جدا كده اهو من كل النواحي. ادي حبايب قلبي اهي. واخد بقى بصي يا بنات لما قعد في التلاجة، بصي قوامه تخن ازاي، عشان انا بقول لكم ما بيقعد في التلاجة يا حبايب قلبي بيتخن. اخد بقى حبه كده انا مش طبعا مش هاخد كتير، عشان يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم طاستي صغيره، فلو عندكم طاسه كبيره فهتاخدوا حبه كتير. هسمي بالله اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وابدا كده يا بنات اوزعه بالراحه. بصي يا حبايب قلبي بالراحه كده في الطاسه. هو يا حبايب قلبي اول اما بيشم النار بيبدأ يمسك ويستوي في ساعتها. بصوا اهو، بصوا اول ما بيشم النار انا بوزعه كده عشان يبقى خفيف يا بنات وما يبقاش فيه حاجه ماسكه في بعضيها. هسيبه كده في ساعتها هيستوي معانا، وهنشوف كده في ساعتها. معايا بقى طبق عشان اللي يطلع اشيله فيه، هحطه كده جنبي اهو، وهو يستوي بسرعه مش ما بياخدش وقت. وطبعا انا حضرت الحشو بتاعه، قلت لكم اي حشو بقى عندكم، بانيه بطاطس جبن اللي انتوا تعوزوا تاكلوا بيه اعملوه. فانا يا حبايب قلبي بصراحه عامله بانيه محمره بطاطس، ادي عامله بانيه معاكم اهو، ومحمره بطاطس، وكان عندي كباتشه قطعاها، وسلطه التوميه اللي انا عملتها معاكم ونزلت بيها بالفيديو. كان عندي بقيت انا بحبها اعملها على طول واشيلها في التلاجة، بتنفعني يا بنات في اي اكله. بصوا يا بنات اول ما يبدا يستوي هزه بس بسيطه كده، بصوا الهزه دي مفيده جدا ليه، عشان يعمل كده معاكم. هو هيبدا على طول يطلع معانا، مش يا حبايب قلبي مش هيمسك ولا حاجه، لا اهو. اول كمان ما بيبدا يستوي يا بنات بيمسكش، بيبدا ينطر من كل حته اهو. فعلوا بقى الجرس يا بنات، وحطوا لايك وشير عشان يوصل لكم من وجودي كل جديد. طبعا يا بنات انا بقلبه على الوش التاني لما يبدا يستوي، بس هسيبه شويه معايا. طبعا هو مش ما بيكملش يا حبايب قلبي اهو. بمسك كده اهو، بقوم قلباه على طول زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو بيستوي بسرعه. اهم حاجه بتبقي دهنه الطاسه دهنه بسيطه كده بالريشه بتاعتك او بمنديل، على حسب لو انت ما عندكيش ريشه يعني، بس لو متواجده عندك بتبقى حلوه اهو يا بنات. بيطلع معانا كده حلو، وعيالنا كلها بيحبوه، بيبقى لذيذ جدا. هعمل معاكم كام واحد طبعا، وهسيبكم عشان ما اطولش عليك الفيديو، ونرجع واحنا بنحشي سوا يا بنات يا حبايب قلبي نعمله سوا. يلا فعلوا لي الجرس وحطوا لايك وشير عشان اوصل لكم من وجودي كل جديد. وكده هو استوى خلاص اهو يا حبايب قلبي. بصوا استوى اهو معاكم اهو، بصوا يا حبايب قلبي اهو استوى معاكم اهو. هعمل بقى واحد تاني، بس طبعا يا بنات بتسيبوه يستهوى شويه كده، بتبدأي تدهني الطاسه معاكي زيت كده اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. وباخد بقى الكبشه بتاعتي كده، وبقوم بسميها بالله، واقوم نازله اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا كده يا بنات اوزعه زي ما انتم شايفين، بتوزعي كده اهو. بس للاسف ده كده يا بنات مش باظ مني، هشيله واحط بديله ما يحصلش اي حاجه اهو يا حبايب قلبي. عملت التاني معاكم اهو، والتاني اللي اتكعبل مني ده شيلته يا بنات مش مشكله عادي، وتعملي بداله. بس اهم حاجه بتبقى الطاسه مطرحها بس زيت كده وانتوا بتعمليه، وبيبقى يا بنات سهل جدا ولذيذ. يلا يا بنات بقى فعلوا لي الجرس وحطوا لايك واشتركوا لي في القناه، ورجاء وليس امر. هو بيستوي ساعتها يا بنات ما بيغيبش. جربوا يا حبايب قلبي هيعجبكم جدا، وبيعمل كميه حلوه يعني يا حبايب قلبي. يلا بقى لايك وشير عشان اوصل لكم من وجودي كل جديد. بصوا يا حبايب قلبي اول ما يستوي يا بنات بيبدا يعمل من هزه بسيطه كده، وباي حاجه عندك بتقلبيه كده اهو. بصوا حاولي تعمليه يا بنات عشان ما يكلكعش منك ولا حاجه.
بس كده خلاص. وادي الاولاني اللي احنا عملناه، التاني طبعا باظ مني فشلته وعملت بداله اهو. يلا انا بقى فعلوا لي الجرس وحطوا لي لايك واشتركوا لي في القناه، ورجاء وليس امر يا حبايب قلبي. سويه كويس يا بنات عشان ما يبقاش في حاجه نيه منك ويبقى رقيق كده. حاولي ما تكتريش في الطاسه لو انت طاستك محكومه زي، عشان يبقى ايه، يبقى حلو يا بنات، خفيف معاكي وجميل. يلا بقى يا بنات لايك وشير عشان يوصل لكم نموذج كل جديد يا حبايب قلبي. هسيبكم بقى لما اخلص ايه الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم يا بنات، وعلشان ايه ما يبقاش يعني الفيديو طويل عليكم وايه وتصدعوا مني وكده. هو ده التاني استوى اهو، هشيله زي ما انتم شايفين اهو. حمره بس على الجنب التاني شويه كده عشان يبقى مورق كده وجميل اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهو اهو. احطه بس يستهوى كده، اخلص بقى كل كميه وارجع لكم تاني. حبايب قلبي كده خلاص خلصت الكميه. اللي هم بارك عمل لي كميه حلوه غير اللي هو باظ من عندي. انتوا عارفين يا بنات هو باظ ليه؟ عشان انا كترت شويه الزيت، وده انا مش هشيله في المونتاج، لا انا هسيبه عشان كل واحد يتعلم من اخطائنا، عشان ما تكتروش الزيت زي انا. لما كترت الزيت باظ معايا زي ما انتوا شفتوا كده يا حبايب قلبي. بصوا انا ما رميتوش، بصوا باظ معايا ازاي عشان اوريهولكم. طبعا انا ركنته. دول اللهم صل على النبي عملوا لي 6، يعني كوبايه الدقيق على كوبايه اللبن على الملح عملوا لي 6. طبعا انت عاوزه تضعفي الكميه ضعفيها بنفس المكونات، حتى حطي واحده بس ونص لبن على نص ميه هينفع معاكي عشان التكلفه ما تبقاش عاليه. هنبدا بقى يا بنات في الحشو بتاعنا. بصوا يا بنات طالع عامل ازاي، بصوا بصوا عامل ازاي اهو، بصوا اهو. طبعا انا طاسه صغيره عشان كده ايه طلع صغير معايا. طبعا انا قاليه بانيه اهو، بس هبدا في الاول خالص انا هاجي كده عشان الكاميرا تجيبني وانا هشتغل اعمل لكم 1 ولا 2 كده يا معايا قصادي. ادي الكاميرا اهي، يا رب بس اظبطها معاكم كده تبقى جايباني عدل اهي يا حبايب قلبي. هبدا خالص سلطه التوميه اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو اللي قبل كده. هبدا كده يا حبايب قلبي اخدها كده اهي، هوزعها اهي عليها. طبعا عاوزين نضيف شطه هضيف لكم 1 بشطه عادي اهو يا بنات. بنضيف له شطه كده اهو ويبقى بيديها طعم. ادي حبه شطه اهي. هتضيفي ايه تاني يا موجودي؟ هقول لك كاتشب يا حبايب قلبي. بصوا موجودي بقى يا بنات، بتشتري الكاتشب عشان بودي الاكياس الصغيره دي، عشان لما بجيب الاكياس الكبيره عبد الرحمن بصراحه يعني بياكلوا كله ومش بيبقى حلو يعني مش صحي، فبخاف عليه فبجيب الاكياس دي بتحكمني معي. فزي ما انتوا شايفين كده اهو. هبدا اهو هبدا اوزع كده اهو. ايوه اهو اهو يا حبايب قلبي. هبدا كمان اخد الكابوتشا اللي انا مقطعه عندي حبه كده صغيرين احطهم اهو. هاخد بطاطايه حبه بطاطس كده بيبقى جميل جدا على فكره يا بنات. انت ممكن تحشوه كده بس مش شرط بانيه وشرط جبن، اي حاجه عندكم بتبقى شغاله. انا مقطعه البانيه زي الاستريبس كده يا بنات رفيع عشان يبقى ايه حته واحده كده معايا بيبقى حلو يعني يا بنات. هبدا الفه كويس اهو اهو يا حبايب قلبي اهو كده تلف معايا عشان انا طاسه صغيره فحكماني في اللفه مش عارفه الفها لفه الجريب اللي احنا بنشتريه. ماشي يا حبايب قلبي. انا هعمل معاكم 1 كمان اهو يا حبايب قلبي. هعمل 1 كمان معاكم اهو اهو. بصوا يا بنات ماسكه ازاي اهو يا حبايب قلبي. هاخد بس ده مش هعمل له اهو. ادي اهو كده. التوميه دي يا بنات لذيذه جدا 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 اهو. هعمل كده احط اضيف له الشطه. انت مش عاوزه تضيفي شطه دي حاجه براحتك خالص يا حبايب قلبي. همسك بقيه وادي الكاتشب اهو اهو حبايب قلبي. هاخد حبه الكابوتشا احطها. الكابوتشا دي بتبقى مفيده جدا، انا من عشاق الكابوتشا، حتى لو ممكن اكلها مع جبنه كده يا بنات بس من غير ايه اي حاجه. هاخد بقى حته البانيه اللي انا مقطعاها. ايوه يا حبيب قلبي انا مقطعاه رفيع كده وطويل زي الاستريبس عشان تحطي حته واحده بس كده وتبداي تلفيه كده اهو اهو يا حبيب قلبي تلفه. اخلص بقى الكميه وهرجع لكم تاني، وعشان ما اطولش عليك الفيديو بقى وكده ايه حبيب قلبي هختم بقى معاكم عشان ايه كده انا اوريكم بيتعمل ازاي. اعمل معاكم 1 كمان واختم. بصوا هعمل معاكم اعمل بقى التالت ده واعمله عشان اختم معاكم بقى عشان طولت عليكم كده كتير.
كده خلاص يا حبايب قلبي، عملت كده اهو. وكده يا نهايه الفيديو معاكي، وكده هنهيه. يلا يا بنات بقى شجعوا اعملوا لعيالكم كده، ما تكسلوش يا بنات. لا ده سهل جدا جدا ومش مكلف غير بره خالص. اتفضلوا معايا يا حبايب قلبي، ده الكريب البيسي بتاع ام بوجي. يلا يا حبايب قلبي بقى، اعملوا لي لايك وشير واشتركوا لي في القناه، ورجاء وليس امر. وعاوزه كده تفعلوا لي الجرس وتحطوا لي كومنت حلو من ايديكم. تسلموا يا حبايب قلبي على كل اللي كتب لي. يا رب بقى كنت ضيفه خفيفه عليكم النهارده، واسعدتكم وفدتكم ورغيت معاكم كتير وصدعتكم انا عارفه، بس انتوا حبايب قلبي اخواتي. ربنا يا رب يديم علينا المحبه والاخوه. بس قبل ما انهي الفيديو وامشي، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. وهقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.